أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. النهاردة معانا خبر بعنوان بيراميدز يختبر رمضان صبحي لتحديد موقفه من رحلة توجو. يخضع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لاختبار طبي لتحديد موقفه من السفر مع بعثته إلى توجو. بعثته فريقه إلى توجو لمواجهة إسكو كارا التوجولي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريب الأخير بتورم في القدم. وتعادل بيراميدز والزمالك سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلا للمركز الثاني، وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 33 في المركز الخامس. ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز في حسم موقف رمضان صبحي قبل السفر إلى توجو بعد غياب اللاعب عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة في القدم، خاصة أنه يعد من الأعمدة الأساسية بفريقه، ومرافقته للبعثة سيكون بمثابة دعم كبير لزملائه. وتقرر إقامة مباراة بيراميدز وإسكو كارا يوم 8 مارس المقبل على استاد دي كودوجي في العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي في الرابعة مساء بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة. ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكيم يعاونه جيريسون المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس الحكم الرابع من موزمبيق. ويراقب المباراة الحاجي من نيجيريا. ويراقب الحكام شيكودي من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس من غانا. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.